سنة 2003 وصل بلاغ غريب لاسم شرطة مدينة نصر. سكان عمارة اشتكوا من ريحة بشعة طالعة من شقة مقفولة، ولما الباب اتفتح كانت الصدمة جثة متحللة ومستأجر الشقة اتبخر فجأة. رجال الأمن والمعمل الجنائي وصلوا فورا واكتشفوا ان القضية دي مش مجرد جريمة قتل عادية، لان كل سؤال بيجاوبوا عليه كان بيفتح لغز اكبر منه. هنحكي لكم النهاردة تفاصيل هتخليكم تشكوا في اي حد حواليك. اهلا بيكم، معاكم سامي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ويلا بينا نعرف الحكاية. في 5 فبراير سنة 2003 صحي سكان العمارة رقم 7 في مدينة نصر وقت الفجر على صوت دوشة عالية كانت جاية من الدور الأول. ولما الجيران خرجوا من شقتهم لقوا أصحاب شقق الدور الأول بيحاولوا يفتحوا باب الشقة رقم 5، وده لأن بقالهم يومين شامين منها ريحة سيئة جدا. وبعد حوالي ساعة من التجمع ده جه صاحب الشقة اللي بيأجرها لأن هم اتصلوا بيه وكان معاه البواب وحاولوا يفتحوا الباب ولكن ما قدروش. فحاول صاحب الشقة يكلم المستأجر واللي كان اسمه الصحفي خالد الصفتي ولسه مأجر من أسبوعين، وده كان على رقمه الأرضي لكن مردش. وبسبب الريحة وصعوبتها كسروا الباب، ولما دخلوا لقوا النور مطفي كله، وعلى نور بسيط كان جاي من الشيش شافوا واحد قاعد على كرسي الانتريه ومديهم ظهره. فصاحب الشقة شغل النور، وكانت الصدمة لما قربوا من الراجل لقوه ميت وجثته متحللة وواضح انه بقاله كذا يوم كده. فورا صاحب الشقة اتصل بالشرطة وبلغ، ولما رجال الامن والمعمل الجنائي جم وبدأوا في شغلهم عرفوا ان الجثة دي لشاب في اواخر العشرينات، كان متوسط الطول ورفيع وابيض البشرة وميت بقاله حوالي اسبوع. وسبب الوفاة كان طعنة قوية في جنبه وذبح بسكينة حادة في رقبته، وكان الدم مغرق الأرض تحت رجليه وناشف. ولقوا في ايد الشاب الشمال دبلة فضة، وكان واضح من شكلها انه متجوز لانه حافر جواها اسم مراته وكان اسمها سامية. وبعد ما رجال المعمل الجنائي رفعوا كل البصمات لقوا جوه المطبخ سكينة كبيرة وحادة وكان عليها آثار دم، ولما دخلوا الحمام لقوا بواقي آثار دم على الحوض. فأدركوا إن القاتل بعد ما خلص جريمته غسل السكينة وخباها في المطبخ. والذكي والمرعب في نفس الوقت إن ما كانش فيه بصمات في الشقة غير للقتيل بس. بعد ما رجال المعمل الجنائي خلصوا شغلهم رجال الأمن سألوا البواب وصاحب الشقة هل الجثة دي للساكن اللي مأجر ولا لأ. صاحب الشقة نفى إن يكون هو، وقال لهم إن اللي مأجر منه طويل وعريض ولابس نظارة طبية وشعره خشن شوية وبيشتغل صحفي في جريدة حكومية شهيرة جدا واسمه خالد الصفتي، وعنده 40 سنة وعايش لوحده هنا ومأجر الشقة دي بقاله حوالي اسبوعين. وهو راجل هادي ومثقف وباين عليه انه غني. الشرطة طلبت منه يوريهم بطاقة الصحفي فراح جابها وشافوها وعرفوا انه من محافظة اسيوط. وطبعا لانه كان في محل شك وشبهة جنائية خطيرة بعت رجال الامن قوة من اسم شرطة قصر النيل للجريدة اللي شغال فيها الصحفي. ولما سألوا عليه عرفوا من رئيس تحرير الجريدة ان مفيش عندهم صحفي بالاسم ده من الاساس. فبعتوا بعدها لنقابة الصحفيين علشان يشوفوا الاسماء المتعينة، وبرضه عرفوا ان مفيش صحفي بالاسم ده في مصر كلها. وبعدها اكتشفوا ان البطاقة مزورة بالكامل وبطريقة احترافية مرعبة تدل على نصاب تقيل. ولأنه ما كانش فيه وقتها سهولة في البيانات والمعلومات عن الناس زي دلوقتي، وما كانش في نفس الوقت قدامهم حلول كتيرة، بعت رجال الأمن البطاقة دي لرجال الأمن في أسيوط علشان يعرفوا هل الراجل ده مقيم هناك ولا لأ. وبعد يوم واحد رد رجال الأمن وقالوا إن مفيش حد بالاسم ده هناك نهائي، علشان بعد أسبوع واحد يتصلوا ويبلغوا إن هم اكتشفوا إن في محاضر وبلاغات ضد واحد اسمه عبده الطيب، والراجل ده أوصافه وشكله هم نفس شكل الصحفي في صورة البطاقة. وعبده ما بيشتغلش صحفي وبيعرف نفسه للناس إنه صاحب معرض عربيات ومن كذا سنة لم فلوس كتيرة من الناس واداهم فوايد أعلى من البنك. فالناس وثقت فيه فراح لم فلوس كتيرة وذهب وهرب من أسيوط، ولحد دلوقتي الناس بتدور عليه. اللغز اتعقد أكتر من المعلومات دي، وفضل رجال الأمن يدوروا ورا القصة علشان بعد 3 أيام جه بلاغ تغيب عن واحد اسمه شعبان من محافظة اسكندرية وشغال في معرض عربيات في الشاطبي،
وبيسافر لمحافظات مصر كلها علشان طبيعة شغله، ولأن مواصفات جسمه وشكله كانت هي نفس مواصفات الجثة اللي لقوها في شقة مدينة نصر، قوات الأمن بالتنسيق مع بعضها جابوا صورة لشعبان، ولما عرضوها على صاحب الشقة والبواب قالوا لهم إنهم ما شافوش الراجل ده قبل كده هنا. فراحت قوات الأمن بيت شعبان في اسكندرية وعرفوا إنه متجوز من سيدة اسمها سامية ومخلف، وجابوا مراته للقاهرة، ولما عرضوا عليها جثته انهارت من العياط وقالت إن ده جوزها فعلا، وإنه المفروض من 10 أيام سافر لمعرض عربيات في القاهرة علشان يورد له مبلغ 15,000 جنيه كان حجز بيهم زبون عندهم في معرض اسكندرية مقدم عربية. وقالت الزوجة إن شعبان كان في حاله وطيب ومش بتاع مشاكل ولا ليه أعداء. فأدرك رجال الأمن إن اللي قتل شعبان عمل كده علشان يسرق الفلوس اللي معاه، ومن هنا بدأت خيوط القضية تبان تدريجيا. فكثف رجال الأمن في اسكندرية والقاهرة وأسيوط بحثهم عن عبده الطيب، واللي ما كانش متجوز ولا ليه قرايب ولا أهل، كأنه نبت شيطاني محدش يعرف أصله جه منين. وبعد حوالي شهرين من البحث جه بلاغ لرجال الأمن من صاحب عمارة في أسيوط كان منصوب عليه من عبده، وقال لهم إنه شافه ماشي بالليل ومخبي وشه وداخل شارع قريب منه. فورا رجال الامن بعتوا قوه للمنطقه وعرفوا ان عبده فعلا بيروح هناك لواحده ست عندها 30 سنه ومطلقه من جوزها وعايشه لوحدها، ولما حققوا معاها جوه شقتها عرفوا انها متجوزه عبده في السر وبيحبوا بعض، وكان بيخططوا ان هم يسافروا ايطاليا علشان يعيشوا هناك اللي باقي من عمرهم. فطلبوا منها تكلموا علشان يجي لهم حالا، وفعلا الست اتصلت بيه وكلمته، وبعد حوالي ساعه جه عبده، وكانت صدمته لما لقى رجال الأمن بيقبضوا عليه. وبمواجهة عبده بجريمة القتل والسرقة بكل برود وهدوء أعصاب اعترف إن هو اللي قتل شعبان، وحكى لهم في التحقيقات إنه كان عايش ما بين اسكندرية والقاهرة بشخصية الصحفي خالد الصفتي، وبيحاول يبين طول الوقت إنه غني ومرتاح ماديا، وكان لما بيحب ينصب على حد يقوم واخده لأي معرض عربيات ويوريه إنه بيشتري عربية ويدفع جزء من مقدم حجزها، وبعد ما الضحية اللي معاه تمشي كان بيرجع للمعرض وياخد الفلوس. وكان أغلب قعدته في شقة في وسط البلد قريبة من اسم قصر النيل. وبالصدفة في مرة من المرات وهو في معرض عربيات اتعرف على شعبان، وكلمة في التانية عرف منه إنه شاطر في شغله جدا، وصاحب المعرض بيعتمد عليه وبيثق فيه لدرجة إنه بيديله مبالغ مالية كبيرة يسافر بيها من محافظة للتانية. وبعدها حاول عبده يوقع شعبان في كذا نصبايا، مرة يقول له هشغل لك فلوسك، مرة يقول له هدي لك فايدة أعلى من البنك، لكن شعبان كان ذكي جدا ومتعلم وحريص انه ما يفرطش في جنيه سواء من فلوسه او من فلوس صاحب المعرض. وفي مرة من المرات عرف عبده من شعبان انه هيسافر للقاهرة وهيكون معاه 15,000 جنيه يوصلهم للمعرض بتاعهم اللي هناك. وقتها حط عبده خطته الشيطانية وراح أجر شقة في مدينة نصر في مكان وعمارة راقيين جدا، ودفع شهرين مقدم. وبعدها في نفس اليوم اللي جه فيه شعبان للقاهرة عبده كلمه وقال له عايز اوريك شقتي الجديدة وتعالى نتغدى سوا هناك، وبعدها هرجعك اسكندرية بعربيتي الجديدة. شعبان كان زي اي شاب عايز يعمل علاقات مع ناس تقيلة ومهمة لانه كان نفسه يغير شغله ويروح مكان احسن، فوافق وراح لعبده في الشقة وهو معاه شنطة جلد، وقعدوا الاتنين كلوا وعملوا شاي. ولان عبده كان حاطط لشعبان منوم في الشاي، جه شعبان بدأ يفقد وعيه وما كانش مركز نهائي. عبده استغل ده وقام راح جاب سكينة من المطبخ وطعنه بيها في جنبه، ولما ما ماتش كتفه ونام عليه بقوة وذبحه من رقبته وكتم نفسه علشان محدش يسمع صوته وهو بيصرخ. وبعد ما اتأكد من موته خد منه الشنطة الجلد وفتحها قبل ما يهرب من الشقة، وهو متعشم انه هيلاقي 15,000 جنيه. فكانت صدمته لما لقى جواها 400 جنيه بس، ولكن خلاص ما كانش ينفع يلغي اي حاجة من اللي عملها، فاستنى لحد لما الليل جه، ولان وقتها مدينة نصر كانت فاضية والدنيا شتاء، هرب عبده من الشقة من غير ما حد يحس بيه. وبعد سلسلة كاملة من التحقيقات والمحاكمات حولته محاكمة الجنايات للإعدام علشان في شهر مارس سنة 2004 يتنفذ حكم الإعدام في عبده. شكرا ليكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة واستنوا حلقاتنا اللي جاية.